تفتكر الفلاسفة زمان هم كانوا الحقل المظلم اللي معطلين العلم والتقدم، ولا هم البداية للعلم أصلا وهم بداية الطريق؟ طب لو هم الحقل المظلم، امتى بالظبط الحقل المظلم ده بدأ يختفي وبدأت حقول النور تظهر وتعلن عن نفسها؟ طب ولو هم بداية طريق العلم والنور، مين بالظبط البداية؟ كانت في أنهي عصر؟ هل فلاسفة اليونان هم البداية؟ ولا قبلهم كان في حضارات تانية فيها فلاسفة هم البداية؟ خلينا كده نرجع نشوف العصور القديمة ونبدأ من الأول خالص. عندنا تقسيمين رئيسيين: عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية. عصور ما قبل التاريخ عصور ما كانش فيها كتابة، ما كانش لسه في حاجة اسمها كتابة أصلا. كل اللي نعرفه عنهم جاي من الآثار والهياكل والأدوات اللي سابوها، واللي عثرنا عليها بعد تطور أدوات التنقيب والبحث عن الآثار والتاريخ. ده ملناش أي علاقة بيه، ملهوش علاقة بالعلم تماما، ما نعرفش عنهم أي حاجة. ندخل بقى على العصور التاريخية. هنا تبدأ الحضارات الحقيقية، لأن الإنسان اخترع الكتابة، فنقدر نعرف عنهم الحاجات اللي دونوها، حضاراتهم كانت عاملة ازاي وإيه علمهم. أول كتابة كانت من حوالي 5000 سنة، كانت الكتابة المسمارية في سومار بالعراق، والكتابة الهيروغليفية في مصر.